السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل شوية محشي كرنب. حاطين حلة على النار فيها الزيت وهنا المية، حاطين فيها ملح، حاطين بقى شوية كمون ونسيبها لما تغلي. نبتدي بقى كده ايه تاخد يعني. انا بحب افرم البصل معايا شوية فلفل اسود ومعاه فصين حبهان، بيديله طعم حلو قوي. لما كمان اول ما بينزل كده بتشم ريحته على طول ايه الفلفل والبصل والحبهان مع بعض. بسم الله. تمام كده البصلة بقى على النار فيها ملح وفلفل وفصين حبهان، تتشوح كده شوية. هنفرم بقى شوية ثوم، حبة صغيرين، فصين 3 مع قرن فلفل حامي. اللي ما بيحبش الحامي يحط رومي. نقطة الصلصة، نجهز الخضرة ونجهز الكرنباية قبل ما المية تغلي. لما تجهزي حاجة في المطبخ كده أول ما تلاقي نفسك بتعملي الأكل بسرعة. الستات بقى لما يكون عندها محشي تقول يا ده أنا هعمل المحشي ده، يقوم بقى بيكركب من الأول. لا، رتبي حاجتك كده جنبك وخلصي على طول. انتي مسافة انك تسلقي الكرنب وتخدعي يبقى الدنيا كلها تمام. انا بقطع الخضرة دلوقتي وهفرمها، تكون البصلة اتشوحت شوية. كده سيبناها لما اصفرت شويه، هننزل بقى بمعلقه الثوم وقرن الفلفل الحامي اللي انا قلت لكم عليه. بسم الله. دايما كده وانت بتحطي اي حاجه في الاكل تسمي كده بسم الله وتشتغل. هنحط كمان ورقه لوري، هنحط كيس التوابل ده جميل جدا. سوري عشان بحب اصل التوابل دي. المحشي هنجيب كيس التوابل ده ونحط منه، نحط منه دي معلقه كبيره كده، نحط شويه تانيين، نحط بقى كزبره وكمون وفلفل. نقلب بقى كده، مش عايزين الثوم يتحمر ولا ياخد لون ولا اي حاجه، احنا عايزين بس نشم ريحته كده ويطلع الروائح اللي في التوابل. الميه هي قربت تغلي. بسم الله. الخضره ده اللي انا بقولك عليه بقى، جهزي حاجتك جنبك الدنيا هتبقى تمام. كده بقى تكون ريحته طلعت وبقت زي الفل. التركايه دي كمان حلوه قوي.
معلقه الخضره دي، جربيها المره دي على ضمانتي، بتدي ريحه لما بتتقلب مع خلطه المحشي قبل ما تنزلي بالصلصه، خطيره. يبقى احنا كده شوحنا البصل، وبعد ما شوحناها نزلنا بمعلقه ثوم وقرن فلفل حامي او رومي على حسب ما انت بتحبي. وبعد كده نزلنا بالتوابل اللي هي كيس التوابل المحشي، وملح وفلفل وكمون وكزبره، ونزلنا بقى ايه بشويه خضره، معلقه واحده خضره مفرومه. نفضل نقلب كده بقى لما تشم كل الخضار ايه، الخضره دي ريحتها طلعت والفلفل والثوم وبقى كله تمام. بسم الله. لما تاخد تشويحه هننزل بالكرنب، حاولي كده تقلبيها كل ناحيه بحيث ان ايه الورق اللي في النص يفك، وانتي بتقلبيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان متتكسرش معاكي كده قلبيها بالراحه كده. البصله خلاص بقت تمام قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بشفشق كبير كده، قوطه الشفشق ده تقريبا كيلو ونص طماطم. انا بحب الكرنب بالذات الطماطم بتاعته تبقى حلوه، يعني لو هتعملي كرنبايه كبيره هتاخد مثلا كيلو رز، تعملي قصادها كيلو ونص ايه طماطم. كتري في البصل والخضره كده بقى. فكيت شويه، هقوم نخلص شويه كده من الكرنب. شفتي فكيتيها من غير ما اي حاجه تتكسر بكل سهوله. الطريقه دي سهله جدا، هتخليكي تخرجي بالكرنبايه الورق بتاعها من غير ايه اي حاجه خالص. هنغطي بقى، هو هيطرى مع نفسه. هنغطي 5 دقايق بالظبط. هنغطي بقى الصلصه. نقلبها كده تمام. دقيقتين بالظبط كده، ونقلبها على الجنب التاني وبرضه هنغطيها. احنا كده قلبنا الصلصه وحطينا نص معلقه سكر عشان الحموضه. هنطلع بقى الكام ورقه دول ونحط مكانهم. بص الورق طالع عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. كده بقى هننزل ببقيه الكرنبايه مره واحده. ندوس كده ونغطيها 5 دقايق ونقلب الناحيه التانيه. سيبناها لمده 5 دقايق وهنبتدي بقى نقلبها. نغطسها كده كلها تمام ونغطي. كده بعد كده
طلعيها كده ايه، واحدة واحدة، مش فيش. ولا واحدة اتكسرت منك ولا أي حاجة، ولا تعب، ولا تخرجي واحدة واحدة وتفضل تتكسر. الطريقة دي سهلة جدا وتطلع لك الكرنب جميل. كده تمام خالص. عقبال بقى التسبيكة تتعمل هنكون قطعنا الكرنب ورصيناه عشان نبقى جاهزين نلف على طول. كده هنبص على الصلصة. بصي قربت تتسبك ازاي، عشان احنا ايه حاطين بصل كتير وخضرة وما ضربناش القطة قوي. ضربيها شوية مش كتير قوي في الخلاط، تمام، مش زي الطبيخ. بجيب طبق. كده تمام، الصلصة اتسبكت خالص اهي، بقت جميلة خالص. بسم الله. تمام كده اهي. الكرنب قطعناه، سايبه الاخضر لوحده والابيض لوحده كده. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ احنا وصلنا الرز وسلقناه. بسم الله. هننزل ايه بالرز. نسينا حركة ما عملناهاش. بس عايزين الرز يجي كده عليها عشان ايه نقسم الصلصة دي. هناخد كده ايه رشة صلصة عشان الشوربة بتاعت المحشي. تمام، وبعد كده هنبتدي نقلب. بعد كده هننزل بالخضرة، هننزل كده بالخضرة. تمام كده، حطينا الخضرة. هنحط بقى شوية نعناع حلوين كده، نفركهم كويس قوي. انا فرقاه بس نفركهم تاني كده. تمام، هنحط بقية كيس التوابل. سيب بس حبة صغيرين عشان ايه التسقية بتاعت المحشي. كده هنحط ملح، نزود بقى الملح عشان الرز. ونديها تقليبة حلوة كده. كده تمام. سيبها تهدى شوية، اكون كملت بقية الكرنب، تقطيع الكرنب، ونطلع بره على السفرة عشان ايه نحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز اهو. انا بحب بقى ما بهدلش رز، عشان لو تاني يوم ايه حبيت احشي حاجة تانية ولا حاجة بقى رز، يبقى رز باقي نضيف اشيله في التلاجة نضيف. الابيض ده اللي كان ايه الاولاني، انما الاخضر ده اللي بيبقى العروق الاولاني، فاحنا بنعملها في الحله الاول. الحله هنا مكان الحشو، رحت حاطه الورق ده عشان ما الحله ما تشطش من تحت. بتقطعيها على حسب ما انت عايزه. الطحينه دي بصراحه انا ما بحبهاش. انا هلف معاكم كام واحد كده، طبعا كلكم تلفوا احسن مني بكتير. اهم حاجه ما يبقاش رز من الحوف. بصوا بقى هو بقى حلو في 5 دقايق.
في ناس بتحب تفردها على الطبق وتعمل، بس انا بتهيألي دي اسهل حاجه ليا. اهو الرز اللي اتبقى والورق خلصناه كله، ما بقاش اي حاجه غير الحتتين دول بس، اللي هو هدر بسيط جدا. انت شفتي ما طلعناش اي هدر من الكرنبايه ولا كسرناه ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي ايه حله المحشي. دخلنا بقى كده على المطبخ، حطينا حله فيها شويه شوربه وبقيه الصلصه اللي احنا شلناها، وادي الكرنب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. هنشوف هنعمل ايه بقى. هنا في الميه هنحط ايه، هنحط بقيه التوابل. تمام، يبقى احنا خدنا من الكيس ده شويه، كيس اهو، حاطه اسمه الكيس اهو. خدنا منه شويه في الصلصه وشويه في الخلطه مع الرز، وشويه هنا ايه في الشوربه اللي هنسقي بيها. وادي الرز بقى اللي اتبقى هنعبيه ونشيله في التلاجة، وممكن بكره نعمل بقى كوسه او بتنجان او ورق عنب. نحط معلقه ملح كبيره كده ونقلب. هنحط معلقه ملح كبيره كده ونقلب. ايه بقى التركات اللي قلت لكم هنعملها هتودي المحشي في حته تانيه خالص. فاكرين طبعا السمنه البلدي اللي احنا عملناها، هناخد منها معلقه حلوه كده. بصي عامله ازاي مرمله وجميله. انا سايباها بره التلاجة شويه بس كده عشان اعرف اخد منها. عامله ازاي جميله. هنحط نملة معلقه كده حلوه محترمه ونحطها في الميه وندوبها كده في قلب الميه. طب هنا نحط المعلقه. احنا كده الميه معانا هتسخن، قلنا هتسخن. هنجهز زيت بقى دلوقتي، مصفى صغيره عشان نصفي ايه الصلصه دي. هي هتغلي بس معانا وهنكمل. كده السمنه ساحت معانا كويس. هنقلب بقى ونظبط الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. الملح كده تمام، كده الملح تمام. وتعودي الحاجه اللي بتدوقي بيها ما تحطهاش تاني في الحله. لا اما تحطيها في الحوض، لا اما المهم ان انت ما تحطهاش تاني في الحله. المعلقه اللي بتدوقي بيها ببقك. بنطبخ لاولادنا وكل حاجه، بس برضو الحاجات دي بتفرق كتير قوي. انا كده مولعه على ولعت على حله المحشي بحيث ان هي اي سوائل نزلت من القنوط بتشربها، والحله برضو تسخن معايا عشان لما انزل بالشوربه سخنه يستوي معايا على طول، واكون مهديه النار. تمام قوي كده، غليت بقت زي الفل. هنطفي ونحط مصفى صغيره عشان احنا عايزين بس الصلصه، مش عايزين البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، والرز الزياده ده احنا مش عايزينه. شلنا بقى وسعنا نفسينا، نهزها كده هزه حلوه ونحطها على النار. الاول هنبتدي ايه العين الوسط دي هنبتديها ايه عاليه كده ونغطي. لما بنيجي نسقي المحشي بالزيت، عشان المحشي يعتبر ميه، الكرنب بالزيت. بصي الصباع اللي قبل الاخير اهي، بصي الميه وصل لحد فين. دي الناس اللي بتسال تسويه المحشي لحد هنا كده بالظبط. بصي تمام بسم الله. كده بعد ما خدت ايه نص ساعه على النار تغلي من كل ناحيه. انت بترفعي بس الغطا كده تغلي من كل ناحيه وتتاكدي من كل ناحيه، تروحي مغطيه النار. تمام.
كده المحشي استوى بقى زي الفل.